النهارده هنتكلم لو انت عايزه تاخدي قرار الانفصال. طيب يعني مش هتكملي، في حاجات مهمه لازم تفكري فيها الاول. عندك دخل مادي تعتمدي عليه؟ 2. الاقامه. عندك شقه تقعدي فيها؟ 3. عندك ولاد؟ الراجل اللي معاكي دوت اب كويس؟ هي دي كان اول مره يغلط فيها؟ ولا دي اول مره غير اول وتاني وتالت ورابع؟ لو هو اب كويس لازم تفكري في الموضوع ده. ولادك هتخسر قد ايه؟ ولادك هتقدر تبعد عنه؟ عندك دخل مادي هتقدري تكتفي تماما لو هو ما صرفش على الولاد؟ انت شخصيا هتقدري تعيشي الحياة لوحدك بعيد عنه؟ ولا انت عندك جزء مرتبط بيه عاطفيا ونفسيا؟ لازم تبقي فاهمة كويس قوي ان الجزء العاطفي والنفسي ده بيضغط على الانسان وهيضغط عليكي قدام. وعلى فكرة ألمه بيبقى صعب. ناس لما بتسيب بعض وهي بتحب بعض غير لما بينفصلوا وهم ما بيحبوش بعض اصلا. فلازم تفكري في الحاجات دي كويس قوي. الانفصال مش هفتح باب وهطلع واقفله ورايا، الانفصال ليه تبعات كتير. فكري فيها الاول قبل ما تاخدي القرار ده.